الفل يا جماعة. أكيد كلنا سمعنا عن إن الإنسان الطبيعي بيستخدم 10% من عقله بس، ولو استخدم 100% من مخه هيبقى خارج للطبيعة. خليني أفاجئك وأقولك إن دي خرافة بلح. حقيقة بتقول إنك بتشغل 100% من مخك حتى وإنت نايم، وكل جزء في مخك ليه وظيفة بيعملها على مدار اليوم. كلنا بنشغل 100% من دماغنا. ليه؟ في ناس أذكياء ومبدعين، وفي ناس تانية مفيش خالص، يعني دماغهم مش شغالة نهائي. احنا بالبلدي كده بنقول عليهم مكسلين حتى يشغلوا دماغهم. السر هنا مش في كمية الدماغ اللي شغالة، لا، السر في دقة التوصيلات اللي ما بين الخلايا اللي جوه المخ. زي العضلة بالظبط، تستخدمه يكبر وتبقى ذكي، تكسل تستخدمه يدبل وتبقى غبي. ده شيء طبيعي. وعملنا مقارنة بسيطة ما بين اتنين، واحد شغال شغلانة روتينية ما بيشغلش فيها دماغه، والتاني شغال شغلانة ليها علاقة بالأرقام والتخطيط. ايه اللي هيكون، ايه النتيجة اللي هتكون موجودة؟ يعني لو الشخص الأول شغال شغلانة كلها روتين ما فيهاش أي شيل وحط، شغال بيشيل دي يحطها هنا ويشيل دي من هنا يحطها هنا، شغال شغلانه روتينيه خالص، عقله هيبرمج نفسه ان هو يديله جزء معين يشتغل هو ده على قد على قد الشغلانه بتاعت النهارده، وباقي مخه هيبقى في حاله خمول. بالبلدي كده او بشغل، يعني بفكره التليفون مثلا هنقول وضع توفير الطاقه. عكس التاني اللي شغال شغلانه كلها حسابات وارقام، هنا مجبر انه يشغل 100% من مخه، وفي الحاله دي الروابط العصبيه اللي جوه دماغه هتشتغل بنسبه 100%، وهتبقى اقوى، هتبقى اسرع. حد يسالني سؤال دلوقتي يقول لي طيب والجينات الوراثيه لازمتها ايه في الليله دي كلها؟ يعني لو اب ذكي او فنان رسام نحات بيدي ايه لعياله، الجينات الوراثيه لازمتها ايه في الليله دي كلها؟ اذا كان الطفل هيطلع عامل ازاي، انا اقول لك هيبقى عامل ازاي. الجينات الوراثيه دي بتدي لابنك بذره ممتازه. البذرة الممتازة دي لو انت رويتها واهتميت بيها واديتها السماد المطلوب وراعيتها وحطيتها في بيئة كويسة علشان تنمو وتنتج ويبقى هنخش بقى بعيد البذرة بقى، هنخش بقى في الطفل نفسه. حطيته في بيئة مثلا اب مبدع بيقرا كتير، في قرايه في البيت، في تنميه، في حل مشاكل، في ثقافه، في دايما تعليم لغات، في كذا كذا كذا، الحاجات الكتير جدا دي، الطفل طبيعي هينمو وهيبقى في حاله نسبه الذكاء المرتفع بتاعه. لكن لو العكس بقى، في كسل، في خمول، في نوم كتير، البيئه نفسها اللي هو طالع فيها مع انه واخد جينات وراثيه كويسه من الاب او من الام، في الحاله دي الطفل بي خلاص بيبقى عامل زي الكبير بالظبط. الجينات الوراثيه بتاعته بتبقى ملهاش اي ستين لازمه، لان البيئه اللي طلع فيها كلها خمول وكسل، عكس التاني. الخلاصه بتاعت كل الرغي اللي انا رغيته ده، الخلاصه ان مفيش حد فينا اتولد غبي للابد، ولا اتولد من بطن امه عالم. دي كده الحقيقه اللي انت لازم تفهمها، وكلنا لازم نفهمها. مفيش حد فينا اتولد لا عبقري خالص ولا اتولد غبي خالص، بدليل اقرا التاريخ. مخك بيستجيب للي انت بتطلبه منه. اطلب منه روتين يومي هيديك روتين يومي، اطلب منه قرايه وحفظ ولغات وتنميه بشريه، يقول لك يلا اديني، هيبقى شغال معاك ويبقى زي الفل. طيب اطلب منه كسل ونوم، هيقول لك فين السرير بسرعه. بس هي دي الفكره. الخلاصه ما تكسلش تشغل المكنه اللي ربنا اداها لك ببلاش. شكرا.